السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبالف صحه يا رب. البنات مرحبا بكم في لاشين تاعي رانيا انسبيراسيون. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني و لايك وتكومونتيو بيان سور. الوغ البنات تبعوا لا فيديو حتى لافان. شوفوا البنات، اليوم راني درت لكم لا روسيت تاع ميني لاير كيك او فراس. على بالي هاد لا روسيت تعجبكم بزاف، الوغ خممت فيكم ودرتها لكم. تبعوا لا فيديو بكل تفصيله فيه. الوغ البنات في ريسيبيون نديرو 6 حبات بيض. انا راني رايحه ندير ميني لاير كيك، الوغ درت 6 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هنا راني زدت 256 غرام سكر. البنات نعطيكم معلومه انه البيض تاعي الوزن تاعو 50 غرام 50 غرام، يعني في 50 غرام، يعني في 6 حبات بيض درت 256 غرام تاع سكر. يعني نتوما دائما اوزنوا الحبابيض تاعكم. الحبابيض تاعكم الوزن تاعها ضربوه في 1.25. ومنها اللي تبداو تقيسوا الكميه تاع السكر تاعكم حسب الكميه تاع البيض اللي عندكم. انا 6 حبات بيض السكر درتو 256 غرام سكر و 256 غرام فارينه، يعني على حساب الوزن تاع الحبابيض. طبقوا هذه القاعده ورجعوا لي بالاخبار. دونك فانيك بهذه القاعده لاير كيك تاعكم راح يجي ماشي خفيف بزاف وما راحش يجي شاد روحه بزاف، يعني راح يجي متوسط، يعني ما خفيف ما شاد روحه. دونك البنات درنا البيض مع السكر ونخلطوهم بالباتور تاعنا حتى يطلع لنا الخليط باش نزيدو الفارينه. كما راكم تشوفوا البنات راني خلطت الخليط تاعي، شوفوا كيفاش ولا يعني يطلع لي. دوكا نبدا ندير الفارينه. كما قلت لكم الفارينه راني وزنتها 200 حوالي 256 غرام. دونك ما تنساوش صفيو الفارينه هكا باش ما تخليوش هذوك الحبات ولا لي غرومو. نحطوا الفارينه بكميات قليله، يعني ماشي على ضربه، ونخلطوها بهذه الطريقه غير بالعقل هكذا باش القوام تاع لاجينواز ما يهبط لكمش. يعني تبداو ديروا الفارينه بالدفعات كما راكم تشوفوا البنات.
هنا راني جبت السيرسو تاعي، القطر تاعو 15 سنتيمتر. دونك البنات كما راكم تشوفوا انا هذا السيرسو غلفته بالالومنيوم، والقاعده تاعو درتلو شويه الورق، درتلو ورق الطهي، ودرتلو الزبده والفارينه. الفارينه كما راكم تشوفوا مسحتها، ماشي ما خليتش هذيك البقايا تاع الفارينه. يعني نتوما ثاني كي ديروا شويه الزبده نقصوا منها شويه، ما ديروش بزاف زبده، والفارينه حطوها ومسحوها على الحواف تاع اللاير كيك تاعكم، على المحيط تاعو. دونك كما راكم تشوفوا لا جينواز، نفرغ لا جينواز في المول ديالي، ونكون ديجا شعلت الفرن تاعي على درجة الحرارة 180 درجة، يعني النار تكون متوسطة، وخلوه مدة نص ساعة حتى 45 دقيقة. من بعد تجيبوا كوتون ولا اي حاجه كي تشوفوه ناشف اعرفوا بلي لاجينواز تاعكم راهي طابت. من جهه واحده اخرى حبيت ندير فوغاج. قطعت لافريز تاعي، نغسلوها نقطعوها قطع صغار، ونزيدوا لها 3 مغارف كبار تاع السكر، ونشعلوها على النار هكذا باش تخرج لنا اون بوري تاع لافريز اللي راح نديرها كوم نديرها في الحشوه تاع لاير كيك تاعي. كما راكم تشوفوا البنات حطينا لافريز مع سكر، نستناو حتى لافريز تطلق السيرو تاعها. ابري نميكسي ولا فريز تاعنا، تحبوا تميكسيوها ولا تحبوا تخلوها كيما راهي، يعني كي طيب لكم راح يقعد لكم حبات تاع لا فريز ويقعد لكم السيرو. بصح اذا ما حبيتوش تميكسيوها يلفو ميو كو تقطعوا لا فريز تاعكم قطع صغيره، لاخاطش انا راني رايحه نميكسيها على بها خليت الحبات هكاك ما قطعتهمش. الوغ نتوما يلفو ميو كو تقطعوهم كما راكم تشوفوا البنات. لو سيرو تاعنا بلوتو لافريز تاعنا راهي بدات تمد لنا السيرو تاعها كما راكم تشوفوا، حتى نخلوها حتى تغلي. ابري نبداو نحيو هذاك البيض اللي راكم تشوفوا فيه تاع لافريز، نصفيو غير هذاك الحاجات البيضاء باش ما تخليناش المروريه. بيان سور البنات انا درت السكر ودرت عصره تاع قارص مع لافريز، على بالي قلت لكم نحيو هذيك الحاجه البيضاء اللي في لافريز. من جهه واحده اخرى بريباريت لا شونتي تاعي، درت نص كاس شونتي مع نص كاس تاع حليب يكون بارد. طلعت لا شونتي تاعي كما راكم تشوفوا. كي طلعت لي زدت لها هذا سوبر كريم اللي كان عندي بذوق الفراوله، يعني هذا اللي تحب ديرو انا درتو هكا يعطيكم بدنا بزاف هايله. يعني حبيت نعطي بدنا لا كريم شونتيي تاعي، بما انه درت لاير كيك او فريز قلت علاش لا ما نزيدش ندير سوبر كريم. ودركا حبيت ثاني كنزيد عليها لي فروي هكا باش ما تجيناش هكاك. الو قطعت لا فريز تاعي وخلطتها مع هاد لا شونتيي هكا باش تجينا بنينه اكثر كما راكم تشوفوا البنات. دونك البنات شوفوا كيفاش جات لا جينواز تاعي، جات بزاف هايله، جات هشيشه خفيفه، يعني الوصفه جات سوا كيما حبيتها انا. نتوما ثاني كسيوها وما راكمش رايحين تندموا بيان سور البنات. نبداو بالمونتاج تاع لا كيك تاعنا. كما راكم تشوفوا هذه هي لاصوص اللي وجدتها تاع الفوغاج تاع لا فريز اللي درتها مع السكر وعصره تاع قارص. انا رحيتها كما راكم تشوفوا، كما نتوما تحبوا ما ترحوهاش هذا الخيار يعود ليكم. وراني بريباريت سيرو تاع لا فريز، درت الماء والسكر وعصره تاع قارص وشويه تاع حبه لا فريز باش تعطي البنه تاع تطلق البنه تاعها. الوغ في الطبقه الاولى نجيبو لا جينواز تاعنا
ونحطوا السيرو تاعنا. شوفوا البنات نتوما ما تشربوهاش بزاف، اذا شربتوها بزاف راح تجيكم بزاف خفيفه، وبالك كي تبداو تطلعوا فيها راح تطيح لكم. الوغ شربوها راح تطيح لكم كما قلت لكم. الوغ شربوها غير بشويه هكا باش تجيكم مليحه كما راكم تشوفوا البنات. هنا نبدا نحط لا شونتيي تاعنا اللي بريباريتها مع لا فريز، درت لها سوبر كريم. نحطوها كطبقه الاولى، نعمروا بيان الطبقه تاعنا وهكا باش تجينا بزاف هايله وتجينا بزاف بنينه. نتوما ثانيك البنات ديروا لها نعم اي حشو راكم حابينو، هاد الحاجه تعود ليكم بيان سور. هنا نحط الفواش تاعنا تاع لا فريز. كما راكم تشوفوا نحطو هكذا نوزعو على كاع الطبقه تاعنا كما راكم تشوفوا البنات. هنا نحطو الطبقه الثانيه، وثانيك نديرو نفس الشيء مع الطبقه الاولى، نشربوها بسيرو تاع لا فريز. وايضا وثانيك نديرو لها لا كريم شانتيي. هكذا البنات نفس الطريقه في الطبقه الثالثه حتى نكملو اللاير كيك تاعنا. نحطو الطبقه الثالثه هكذا كما راكم تشوفوا البنات. نزيدو ثانيك نشربوها ونديرو لا كريم شانتيي تاعنا بالفراوله هكا حتى نكملو كلش. هنا البنات نجيب كما راكم تشوفوا هذه ما شافوا واش تسموها هكذا باش نحيو هذوك الزوائد، هذوك الكميه الزايده تاع لا كريم هكا باش كي نديروا المونتاج تاعها، كي نديروا المونتاج بلا كريم شانتيي تجينا ليس، يعني باش ما تخرجناش لا كريم ولا تخلي الشكل تاع الكيكه تاعنا ولا اللاير كيك تاعنا ما يخرج شباب. الو نتوما ثانيك ديروا هاد الطريقه. شوفوا البنات بالنسبه لي انا مانيش موالفه ندير لاير كيك، يعني انا كهذه تجربه ثانيه ليا، ان شاء الله مع الوقت راح نتعلم نخدم اللاير كيك بطريقه صحيحه. كما راكم تشوفوا البنات راني درت لها لا كريم شانتيي. دونك كما كنتم تشوفوا جات شويه ماشي سوا بصح معليش كما قلت لكم انا ماشي راني ندير بزاف لي لاير كيك، مع الوقت راني نزيد نتعلم اكثر واكثر. هنا التزيين واش درت؟ درت لا كريم شانتيي
اللي قعدت لي درت بها تزيين خفيف كوم دي غوزاس على شكل وردات. وثاني زينتها نزينوها بقطع صغيره، زينتها انا بقطع صغيره تاع الفراوله. وبيان سور التزيين يكون ليكم، اذا عندكم لي سوريز زينوهم لي سوريز، اذا تحبوا تزينوهم باي حاجه حبيتوها، هذا الاختيار يرجع ليكم البنات بيان سور. يعني تقدروا تتفننوا كيما حبيتوا. هذه هي البنات. اكتبوا لي في لي كومونتير، قولوا لي واش تحبوا ندير لكم لا بروشين فوا كوم دي روسيت. تهلاو في روحكم البنات، بقاو على خير.